موضوعنا النهارده نوع من انواع السحر، وهو سحر الخمول. في حاجه اسمها سحر الخمول، ايوه، في حاجه اسمها سحر الخمول، وده نوع من انواع السحر وليه اعراض. ايه الاعراض بتاعت سحر الخمول؟ اعراضه حب الوحده والانطواء الكامل والصمت الدائم وكراهيه الاجتماعات والشرود الذهني والصداع الدائم والهدوء والسكون والخمول الدائم. دي كلها أعراض لسحر الخمول. طب بيتعامل إزاي سحر الخمول ده وكيف يحدث؟ بيحدث سحر الخمول. الساحر عليه لعنة الله بيرسل اللي هو الجني اللي بيكون تبعه للشخص اللي هو المراد سحره، وبيأمره انه بيتمركز في المخ، ويسبب للشخص اللي هو مراد سحره الانطواء والعزلة. فتلاقي الجني يقوم بالمطلوب على قدر استطاعته، وتظهر الأعراض على المريض أو على المسحور حسب قوة إيه؟ حسب قوة أو ضعف الجني المكلف بالسحر. وده طبعا بيخلي الانسان في حاله هذيان جامد، بيخلي الانسان جسمه دايما وابدا تلاقيه مكسر، تلاقيه مش عايز يقوم من النوم ابدا، تلاقيه مش عايز يقدم على فعل اي عمل، ولا عايز يشتغل، ولا عايز يباشر عمله. ان كان موظف مش عايز يروح وظيفته، ان كان عامل مش عايز يروح عمله، ان كان معاه اي مهمه تلاقيه مكسل عنها، وتلاقي خمول جامد عنده. ده سحر الخمول. طيب العلاج بتاعه ايه هو؟ طبعا العلاج زي ما انا قلت لكم، العلاج واحد. العلاج في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلاج في الرقية الشرعية. العلاج ان احنا نحافظ على صلاتنا في اوقاتها بامر الله تعالى. يبقى اول حاجة لازم نحافظ على الصلاة في اوقاتها. ثانيا محافظتنا على اذكار الصباح والمساء. الامر الثالث تشغيل سورة البقرة في البيت مرة يوميا، أو نقرأها إذا استطعنا القراءة. ثم بعد ذلك نستمع للرقية الشرعية 3 مرات يوميا. تمام. هنستخدم الملح الرشيدي أو ملح البحر اللي هو الأبيض الخشن اللي هو الدروس دوت. هنستخدم مدة أسبوع. هنرش حبة صغيرة كده في الشقة اللي احنا قاعدين فيها، مرة بعد طلوع الشمس بربع ساعة، ومرة قبل الغروب بربع ساعة. ده هنستمر عليه 7 أيام. يبقى مرة بعد طلوع الشمس بربع ساعة، مرة قبل الغروب بربع ساعة، لمدة كام؟ 7 أيام. هنستمع للرقية 3 مرات يوميا. هنحافظ على صلاتنا، هنحافظ على أذكار الصباح والمساء، هنشغل سورة البقرة في البيت. وإذا أقدمنا على أي أمر لابد إن احنا نسمي بسم الله في كل امورنا. نحافظ على الوضوء على قدر المستطاع يوميا، يعني نحن نكون دايما ابدا على وضوء، وبذلك سيتخلص الانسان من سحر الخمول، وتلاقي حيويته ونشاطه عادوا ليه مره اخرى، وتخلص من هذا السحر بامر الله تعالى. وهذا ما اردت ان ابينه لكم في هذا الامر، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.